السلام عليكم. درسنا لهذا اليوم هو التكاثر في الفيروسات. طبعا تعرفون أن الفيروسات لا يمكنها العيش إلا في داخل جسم الكائن الحي. يعود السبب في ذلك لعدم امتلاكها العضيات الخلوية، ما تحتوي على عضيات خلوية تمكنها من التنفس أو بناء البروتين أو تضاعف الحامض النووي لوحدها، وإنما تقوم أو تعتمد على ذلك في خلايا الكائنات الحية. طبعا ممكن إيجاز عملية تكاثر الفيروسات من خلال سلسلة من المراحل التي تقوم بها الفيروسات في عملية الهجوم على أنواع من الخلايا. اليوم راح نشرح عملية تكاثر الفيروسات التي تهاجم نوعا من البكتيريا التي تدعى بكتيريا القولون. طبعا كنا نعرف فيروس أو الراشح البلعم البكتيري اللي يكون هذا شكله متكون من رأس وذنب ويحتوي داخل الرأس على DNA و RNA. راح تكون هناك 5 مراحل لعملية هجوم الفيروس على نوع من أنواع البكتيريا. أهم هذه المراحل هي مرحلة الاتصال، ومرحلة الاختراق، ومرحلة التخليق والبناء، ومرحلة الإنضاج، ومن ثم مرحلة التحرر. إذن هنالك 5 مراحل تتم فيها عملية هجوم هذا الراشح على البكتيريا. أول مرحلة هي مرحلة الاتصال. في هذه المرحلة يقترب الفيروس من الخلية البكتيرية، وعندما تصبح بتماس معها تلتصق هذه الألياف الموجودة بمواقع خاصة على الجدار الخلوي للبكتيريا. أول شيء راح يتصل الفيروس بالبكتيريا، ومن ثم يخترق هذا الفيروس البكتيريا. كيف له ذلك؟ عن طريق أنزيم معين. ومن ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة التخليق أو البناء الحيوي. عند دخول DNA الفيروس يبدأ باستنساخ mRNA الفيروس اللازم لبناء أنزيمات تحليل DNA و mRNA البكتيريا. راح تصبح الآلية هسه تتكون بروتينات وإنتاج الطاقة بالبكتيريا تحت أمرة الفيروس، تحت أمرة DNA الفيروس. فتؤمر البكتيريا DNA، الفيروس يأمر DNA البكتيريا بتخليق الفيروسات، بتخليق DNA جديدة للفيروس وmRNA جديد للفيروس. ومن ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة الإنضاج، وتستمر تقريبا 25 دقيقة، ومن ثم تتحرر هذه الفيروسات تقريبا 200 فيروس خلال نصف ساعة تتحرر. في بعض الأحيان عند مرحلة الاتصال ومرحلة الاختلاق هنالك مرحلة هي مرحلة التكامل. قد يكون هناك مرحلة تدعى مرحلة التكامل. ماذا يحدث في مرحلة التكامل؟ هذه المرحلة تتم دون المرور بمرحلة التخليق أو البناء. يعني شو يصير؟ راح يصير اندماج لDNA الفيروس مع DNA البكتيريا بدون تحطيم لDNA البكتيريا. راح يحدث اندماج الحامضين النوويين في هذه المرحلة. يصير DNA الفيروس يندمج مع DNA البكتيريا، تتكون مرحلة يدعى هذا، ثم تتكاثر هذه البكتيريا، تتكون بكتيريات جديدة، لكن فيها يكون DNA بها فيروس. يدعى هذا الفيروس المندمج DNA الفيروس المندمج مع DNA البكتيريا يدعى بالبلعم الأولي. طبعا البلعم الأولي مهم جدا في
الوزاري. البلعم الأولي مهم جدا في الوزاري. من الممكن أن نقوم بعملية تعريفه بأنه هذا هو DNA الفيروس عندما يتم اندماجه مع DNA البكتيريا دون أن يتحطم DNA البكتيري، وذلك في مرحلة التكامل في دورة التحلل والإنتاج، حيث يحصل تضاعف DNA الراشح مع تكاثر البكتيريا. لاحظوا هنا تكاثر